السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى يا جماعة، انا صوتي متغير شوية بس عشان برضه الدور برد تعبني، فالفترة اللي عدت دي بقالي كام يوم ما صورتش وما نزلتش حاجة عشان كنت تعبانة شوية، واول ما لقيت نفسي كويسة بدأت ان انا اصور. ماشي يا حبايبي. اهم حاجه بقى اول ما تسمعوا الفيديو تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي. وهنخش النهارده بقى وصفه جامده جدا 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 للفراخ. ماشي يا حبايبي. ايه بقى ام حنين الوصفه؟ بصوا، انا عيالي امبارح قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل فراخ مشويه من بره ورز بسمتي من اللي انت بتجيبوه. قلت لهم ده حاجه غاليه مولعه دلوقتي. قالوا لي ما احنا نفسنا فيه. قلت لهم صباع على الله. فنزلت النهارده اشتريت فرخه هي. ماشي. وانا كان عندي رز بسمتي، وهوريكم النهارده بقى طريقه جامده من طريقه الفراخ المشويه يا جماعه. طريقه بصوا مضمونه 100%، واحلى من اللي انتوا كمان بتجيبوها من بره. على الاقل ديت انتوا عمايل ايديكم، انتوا واثقين من نظافتها، ومش هتكلفكم زي انتوا ما بتشتروها من بره بالشيء الفلاني، طبق صغير قد كده وفرة صغيره قد كده وبتشتروه بالغالي. تعالوا بقى نخش على الفيديو وشوفوا بقى انا هعمل معاكم ايه. وقبل اهم حاجه تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي، لان انا شايفه المشاهدات عندي قله خالص، فشجعوني عشان انزل لكم الجديد كله. ماشي يا حبايبي. نصلوا على النبي بقى ونخشوا على الوصفه بتاعتنا، ولا جاهز ولا نشتروا من بره، نوفره في بيتنا. تعالوا بقى نخش نشوفوا ايه الطريقه اللي انا هعمل بيها. الاول الخلطه بتاعت الفراخ بتاعتي. ماشي. بصي يا حبيبي، هي دي فرخه انا جايباها كيلو ونص عشان تطيب معايا. وكمان الفرخه انا مش هعملها في الفرن، ده انا هعملها على البوتاجاز من فوق وهتطلع مشويه وتطلع زي الفل. تعالوا خشوا بقى دلوقتي شوفوا ام حنين هتعمل ايه. بصوا بقى، دي فرخه كيلو ونص او كيلو ونص، حاجات يعني ازيد حاجات بسيطه. انا غسلتها ونقعتها ونضفتها حلو قوي، ومسكتها قطعتها بالطريقه دي. بصوا انا فاتحاها كده، عشان هنشوف. ماشي. فتحتها بالطريقه دي كده، شرحتها بمعنى اصح يعني، عشان الخلطه اللي احنا هنعملها او التتبيله اللي احنا هنعملها دلوقتي تشرب من الفرخه، تشربها كلها. نخش بقى على التتبيله اللي احنا هنعملوها ونشوفوا احنا هنعملوها ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يغرس غرسا الا كتب. بصوا يا حبايبي بقى، التوابل اللي احنا هنحطوها في الخلطه بتاعتنا هي ايه؟ نخشوا بقى على التوابل بتاعتنا. ايه يا ام حنين التوابل؟ ده توم مفروم، وده بتاع بهارات فراخ، وده حبهان مطحون او هيل. ماشي. فلفل اسود، دي بهارات السبع بهارات، روزماري مطحون، بابريكيو، زعتر، بصل بودر، وشويه ملح. اقول لكم تاني يا حبايبي لان دي اهم حاجه في التتبيله بتاعه الفراخ بتاعتنا. نقوله تاني: توم مفروم، بهارات فراخ، حبهان مطحون، فلفل اسود او هيل، الهيل اللي هو الحبهان. ماشي يا حبايبي. فلفل اسود، السبع بهارات، ملح، بصل بودر، زعتر، روزماري، بابريكيو. تمام. ماشي. هنا معانا معلقه كبيره من الصلصه، هننزلوا بالمكونات بتاعتنا دي كلها كده على في الطبق ده. ماشي يا حبايبي. وشويه زيت، اي زيت موجود عندك بس يكون زيت نضيف، يعني ربع كوبايه زيت يا حبايبي. تمام. هنقلبه كله كده مع بعضه. توابلنا وحاجتنا اهيت يا حبايبي، هنقلبوها كده كلها كده مع بعض. صدقوني الطريقه ديت سهله جدا. اهيت يا حبايبي كده. التوابل بتاعتنا بقت بالشكل ده وكلها كده اهيت مع بعضيها. ماشي. هنجيبوا الفرخه بتاعتنا وديت الحوايج بقى.
ماشي يا حبايبي، ونزلنا بالفرخه بتاعتنا اهي. نروحوا بقى مقلبينها بالتوابل دي كلها اهي. والله العظيم بصوا خلطه رهيبه، جربوها بالطريقه دي، انسوا ان انتوا تشتروا فراخ من بره تاني. ماشي يا حبايبي، بصوا، وتحاولوا ان انتوا ما بين اللحم كده بتاع الفراخ تغرزوا التتبيله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، بس زي ما انا بعملها كده. معلش يا جماعه عشان انا صوتي عامل خالص من البرد، معلش. ودلوقتي يا حبايبي بقى جبت الجريل بتاعه اهوت، حطيته على البوتاجاز، ماشي، سخنته على النار. بعد ما سخنته على النار هحاول ان انا اهدي النار على ايه بعد شويه، يعني ايه نسخنوه بعد كده اهدي النار. تعالوا بقى اقول لكم هنعملوها ازاي. بصوا يا حبايبي اهي، هي الفرخه شربت الحمد لله من التتبيله كلها، ماشي، زي ما انتوا شايفينها كده وهي مفتوحه. وهننزلها في الجريل بتاعنا. وديت الحوايج. هنا بقى انا عامله ايه، عامله بصل وطماطم وفلفل، مش مقطعاهم حتت شرايح كده، وهحطهم معايا مع الفرخه وهي بتتشوح، عشان ياخدوا التشويحه بتاعه الجريل، ويبقوا مشويين مع الايه، وجزر. كان في هنا بقى باقي من الخلطه، فهعصهم كده من الخلطه بتاعتي اهي كده، هتبقى ريحتها تحفه. بصوا جربوها والله العظيم ما هتشتروا تاني من بره خالص. نحاولوا بقى ان احنا نحطوها كده حوالين ايه، حوالين الفرخه كده يا حبايبي كده، هيبقى صوص تحفه. وهنغطي عليها بقى، وهعلي سن عليها النار، يعني مش كتير عشان ما تعملش تتلسع مني وما تطيبش، احنا عايزينها تطلع مشويه وطيب. هنقفله بقى عليها كده، وتعالوا بقى نخشوا مع بعض نعمله بقى الرز البسمتي. بصوا يا جماعه، دي سمنه جنه. واحده صاحبتي قالت لي لو عايزه تعملي سمنه بلدي، هاتي سمنه الصفايح العادي بتاعتنا، وحط عليها شويه لبن، هتطلع لك سمنه بلدي. فانا بصراحه قلت اجرب في الحبه دول، بس هي اتلدعت مني شويه، انا قلت اجرب في دول واشوفها الاول، لو نفعت هجيب كميه وهعملها وهصورها معاكم. لو طلعت ناجحه وكويسه، ما نفعتش خلاص مش هعملها. انا حبيت ان انا اعملها بس في ايه، في حاجه بسيطه كده، علشان خاطر ما لو باظت ما ازعلش على الحاجه اللي هتترمى بصراحه، لان الحاجه دلوقتي مش رخيصه. انا دولت بصلتين كبار، انا مقطعاهم هم شرايح، ماشي. وهعمل لكم الرز، انا غاسله كميه الرز اهيت معايا، انا غسلاها ونقعتها.
الريحه طالعه روعه. بصوا هو البصله بتاعت الرز البسمتي انا ما بقليهاش جامد يعني، تدبل بس كده معايا، وبعد كده بحط لها ايه التوابل بتاعتي. يجيبوا بقى التوابل ويحطوها. بصوا بقى دي توابل كبسه انا بحطها على الرز البسمتي، بتخلي ريحته تحفه بصراحه. وبحط شويه كاري، وبحط له يا حبايبي بقى ايه شويه كركم. وده حبهان مطحون يعني ايه، هحط منه قطعه صغيره، ولو مش موجود المطحون حطي حصى عادي، بس هو عشان انا ما عنديش حصى، انا عندي مطحون فحطيت المطحون. معلقه سخنه، بصوا بيبقى كده بالشكل ده كده معايا، شايفين كده. يعني انا هديله كمان تقلبتين ثلاثه كده، وايه وهنزل بقى بالرز. وادي الرز البسمتي اهوت يا حبايبي. الرز اهوت انا ده كيلو الا ربع رز، غسلاه ونقعاه بقاله يجي ساعه دلوقتي، وصفيته. نديله تقليبه كده بقى. نحط له بقى ايه الميه. بصوا هو المفروض ان كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايه ونص ميه، بس انا بحطها بالبركه كده يعني عينيا، عارفه المعيار يعني. للي ما جربوش او ما بينجحش معاه، هو كوبايه الرز البسمتي عليها كوبايه ونص ميه. هنجيبه واحده كده من مرقه الدجاج برضو تديها طعم حلو، ماشي كده. وهنظبطه الملح بتاعها، ونسيبوه بقى يطيب مع بعض.
كده بقى هنقفله بقى ايه على الرز علشان يطيب ويشرب ميته، وهنرجع لكم تاني هوريكم بقى. تعالوا بقى يا جماعه هوريكم طريقه الجلاش السهله دي. انا كان عندي لفه جلاش في الفريزر، وقلت اطلعها اعمل بها ايه حاجه حلوه. بصوا هاخد الورقه بتاعت الجلاش كده وهكورها كده اهي. طريقه سهله ومش مكلفه وما بتاخدش اي وقت. بصوا كده، وطعمها حلو قوي، وتحلوا بيها تقدموها لضيوفكم. بصوا كده. بصوا بقى يا حبايبي، انا اهي كورتها بالشكل ده كده. هي الصينيه دي خدت معايا اللف ماشي. ودي سمنه انا كنت قدحاها من شويه، اللي انا كنت موريها لكم في الفيديو. بتقدحي حوالي 4 معالق من السمنه، يعني بيبقوا سايبين من بعض كده سايحين. معلش انا مش قادره اتكلم بس عشان البرد. ماشي يا حبايبي، بصوا اهو انزل عليها كده بالسمنه ماشي كده. كده وامليها كده كلها بالسمنه، سمنه مقدوحه يا حبايبي ماشي. دي بقى كوبايه لبن، وانا حاطه فيها 5 معالق سكر. بس انا هقلبها كده عشان ايه ما تتكبش مني. ماشي، كوبايه لبن و5 معالق سكر. انا اقلبها بقى كده على الصينيه عشان اللي يتكب على الجلاش، ما يتكبش على المخلل. هنحلوا نقلبوا السكر قوي. بس يا حبايبي بقى كده الصينيه اهي تشوفوا اهي كده معانا خلاص. هنحطها في الفرن بقى ولما تطلع هوريها لكم. وادي يا ولاد الرز اهو، بسم الله ما شاء الله عليه اهو. بصوا الريحه بتاعته طالعه جميله. وكده الرز بتاعنا خلاص. بصوا الحبايه بحبايتها مفرفر زي الفل، ولا معجون ولا في اي حاجه اهو. تمام خلاص، ده كده هنحط عليه. نشوفوا بقى الفراخ بتاعتنا. دي خرابي جولات. شفتوا الفراخ عامله ازاي؟ الريحه طالعه تحفه. لسه شويه. وادي يا حبايبي بقى الرز البسمتي بتاعنا اهو. وادي الفراخ المشويه اهي. الريحه بتاعتها طالعه تحفه. اقسم بالله انا عيالي جايين من بره بيقولوا لي احنا شامين ريحه رهيبه من على السلم من تحت من عند البوابه. ادي الفراخ اهي بتاعت المشويه في البيت على البوتاجاز من فوق. وادي الرز البسمتي بتاعي ماشي يا حبايبي. وادي
وادي صينيه الجلاش اهيت اللي انا عملتها وهوريها لكم برضو. بصوا طعمها تحفه ومش مكلفه وما بتاخدش مقادير ياما يا حبايبي. بصوا اهي انا لفه الجلاش واحده يعني لفها ورقه ورقه معاكم وهي بتطلع معايا هي بكل سهوله اهي حته حته. وطعمها ما شاء الله ما شاء الله عليها، طعمها تحفه. جربوها سهله جدا وعيالكم هيحبوها. وبكده يا حبايبي بقى الوصفه بتاعتنا النهارده كده تمام، ويا رب يكون الطريقه عجبتكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات ام حنين. ماشي يا حبايبي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا باي.